أنا عايزة أتكلم مع البنات شوية. البنت لما بتحب واحد بتبقى محاصراه، بتبقى مش عايزة تتكلم مع حد إلا هو، بتبقى مش عايزاه يتكلم مع أي واحدة تانية غيرها. وطبعا ده أسلوب مش صح. الراجل طول ما هو شايف البنت بتجري وراه هو بيتقل عليها ويبعد عنها. بس طبعا هو لو بيحبها هيفرح جدا، لأن بيحس بكده بقيمته، وخصوصا يعني لو كان مثلا في ارتباط بينهم او ان هو ناوي يرتبط بيها. في واحده صاحبتي قالت لي انها بتحب خطيبها قوي وما بتقدرش تبعد عنه، بس هو من كتر الخنقه دي بيحاول يشوف اي واحده تانية تعجبه ويروح لها. بعد فتره يرجع لها تاني ويقول لها وحشتيني، انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. فهي بتسامحه وبترجع له. طبعا ده كل ده علشان خاطر بتحبه. بتحصل الحكاية دي مرة واتنين وتلاتة، كل مرة يسيبها ويرجع لها. وطبعا كل مرة في حجة تانية علشان خاطر يرجع لها فيها، وهي عشان بتحب مستحملة. أنا عايزة أقولك النوعية دي من الرجالة ما بتحبش. النوعية دي نوعية نرجسية، بتحب نفسها بس، فرحانة بالبنات اللي بيحبوه، فرحانة إن هم مرغوبين وشايفين نفسهم وبس، ما بيفكروش في الإنسانة اللي بتحبهم أو اللي هي ماشية معاهم أو اللي هي هترتبط بيهم. الشخصية دي ما تنفعش تتجوز، ما تنفعش تعمل بيت. ليه؟ لأنه هيفضل كده طول حياته. اللي أهملك مرة هيفضل يأهملك على طول، اللي هيسيبك مرة هيسيبك على طول. يبقى أنت لازم تفكري في نفسك وتفكري صح وتختاري الراجل الصح، وإلا انت كده اللي بتدمري حياتك بإيدك، ومش هو اللي هيبقى الغلطان. أشكركم وإلى اللقاء.